عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال. أبو فيصل مساك الله بالخير. مساك الله بالخير ونواف، تحياتي للأساتذة الكرام كلهم. تكلمنا عن الاجتماع بكرة مع أعضاء الشرف وعن الفترة الكبيرة اللي عدت بدون ما يتم فيه اجتماع. هل هو جفاء ما بين إدارة وأعضاء شرف، أم أنه الوضع الحالي أو وضع إدارات الأندية الآن وإدارة كرة القدم تتطلب مرحلة جديدة غير مرحلة أعضاء الشرف؟ بحاول أن أنا أكون شامل ومختصر في نفس الوقت. أنا أقول أنه طبعا في تواصل مع، يعني خليني أكون صريح أكثر صراحة، يعني بدون جدال أنه الآن مصاريف الأندية مثل ما تفضلتوا أصبحت أكثر. يعني زمان قبل 10 سنين كان ممكن أعضاء الشرف يدبروا 15 مليون مثلا 20 مليون فتحل مشاكل النادي كلها. الآن أعضاء الشرف في جميع الأندية تقريبا يعني يغطون يمكن ما يغطون، يعني إذا كان في أحسن الأحوال يغطون 20% من ميزانية النادي، ويعني في المجمل يغطون 10%. فمن هالمنطلق، وهذا طبعا يعني كثر خيرهم، لأن هم في نهاية الأمر الأندية أصبح لها مداخيل بشكل أو بآخر. احنا كإدارة ما في أبدا أي جفاء بيننا وبين أعضاء الشرف، ولكن عشان أكون صريح، هم في 6 أعضاء شرف، من 6 إلى 7 أعضاء شرف داعمين دعم مادي. هؤلاء التواصل معهم دائما مستمر. طبعا أنا في نهاية الأمر يعني، وفي أعضاء شرف كل أعضاء الشرف الاحترام والتقدير، ولهم حقهم علينا، ومو هو الدعم المادي كل شيء، ولكن الدعم المادي هو الأهم إن جيت الأمر. فبالتالي احنا فعلا على صلة دائمة بمن يدعم ماليا. هذه الصلة لم تنقطع أبدا، بالعكس يستشارون في كل شيء، ويعني وأول بأول يحطون في الصورة في ضوء القرارات اللي نتخذها. أنا أبغى أقول على حاجتين. الآن المشكلة اللي احنا نعانيها في الأندية والهلال تحديدا، أنه احنا اتفق مع أبو سليمان لما قال أنه الهلال الآن فعلا احنا الآن الهلال مطلوب منه أنه ينافس على كل البطولات. احنا على فكرة ثالث نادي أو رابع نادي في المصاريف، من كمية المصاريف. الأهلي قبلنا والشباب قبلنا، واحنا والاتحاد مع بعض. احيانا الاتحاد يكون اكثر واحيانا نكون احنا اكثر. المشكله اللي احنا نعانيها وهي من اهم الاشياء اللي بنعرضها بكره على اجتماع اعضاء الشرف، ما هو الهدف منه الدعم المادي ابدا، ولكن لوضع حقائق الامور، ولانه لابد انه السقف حق التوقعات دائما يكون واقعي. المشكله اللي احنا نعانيها انه احنا اي بطوله ندخلها جمهور الهلال يتخيل انه هو لازم يكون الهلال فيها في النهائي، وانه لازم يكون ماخذ البطوله، وهذا شيء جيد يجعلنا نعمل بشكل ممتاز. ولكن الحقيقة انك انت تنافس، غير انه مثل ما قلت انت رقم 4 الان او رقم 3 من ناحية الصرف المالي. انظروا يا جماعة للخليج حولنا، انت من تنافس اندية يعني وراها محمد بن زايد، وراها محمد بن راشد، وراها ولي عهد قطر. خلينا نتكلم بصراحة. نعم. يعني مثلا الان احنا رادوي لما كان عندنا كان ياخذ 1,200,000 يورو، الان هو ياخذ 3 اضعاف هذا الرقم في العين الاماراتي. جيركس لما كان عندنا كان ياخذ 1,800,000 يورو، ربما ياخذ ضعف الرقم او ضعفين الان في الاخوية القطري. وقس على ذلك، انت اصبحت عشان تجيب لعيبه اجانب او مدربين متميزين انت تتنافس مع ناس عندها استعداد تدفع 3 اضعاف اللي تدفعه، وفي نفس الوقت ايضا مناخ الحياة بالنسبة للاجانب عندهم افضل. كل هذه الامور تجعل المهمة اكثر صعوبة بالنسبة للهلال وغيره من الاندية. فمن هالمنطلق ينبغي انه طبعا الاجتماع بكره حق اعضاء الشرف بالتاكيد حيناقش فيه تنصيب رئيس اعضاء هيئة الشرف، وفي نفس الوقت ايضا الادارة ستقول ما فعلته في الفترة اللي فاتت والمشاكل والمصاعب اللي تواجهها. لانه انا ارجع اقول احنا لا زال هذه عيب عموما في الكرة السعودية عموما. مشكلتنا الكبيرة ان احنا دائما سقف توقعاتنا عالي مرة، ولا ننظر الى انه الاخرين يعملون. يعني احنا دائما حتى في المنتخب يعني او في الانديه السعوديه نشارك في البطوله الاسيويه او نشارك مثلا في المنتخب، لابد في بالنا انه يوصل النهائي ولازم 80% ياخذ الكاس. هذه النظره ما هي واقعيه. احنا لازم ننظر انه الناس ابتدت تصرف وابتدت تشتغل في الخليج تحديدا، واحنا لا قدامنا الان يعني لابد انه الرياضه ينظر كيف المداخيل تزيد في الانديه كلها من خلال سيستم معين، ومن خلال التخصيص، ومن خلال زيادة المداخيل، علشان يصير عندنا قدرة على الوصول لسقف التوقعات اللي تطلبه منا الجماهير. اجتماع أعضاء الشرف مثل ما قلت لك هذا هو الهدف منه، والتواصل مع أعضاء الشرف دائما موجود اللي يدعمون. بس أبغى أقول كلمة، الأستاذ خالد قال كلمة أنه أنا قلت أنه أعضاء شرف الهلال ما ينتقدون، وهذه ميزة.
مع انه يراها عيب. انا اللي قلته الكلام صحيح اللي قالوه، ولكن في اجتزاء. الاجتزاء هو يمكن لما انتبه له الاخ خالد، انا قلت انه ما ينتقدون في الاعلام، احنا بيننا وبين بعض ينتقدون، وبالعكس يكون الانتقاد قاسي احيانا، ولكن ما يطلع في الاعلام علشان يكسب الجولة امام اي احد يذكر ما يرى انه عيوب للادارة، وهذا انا اشوفه شيء صحي وينبغي الثناء عليه لا انتقاده. طيب الأستاذ محمد دويش حاب يتداخل معك أبو فيصل. مساء الخير أبو فيصل. مساء الخير وسهلا ومرحبا. الآن يا سمو الأمير، التوصيف اللي أنت قلته، خليني أخذ الهلال فقط، أنه لم يعد قادر على منافسة الخليج، ولم يعد قادر على أن يكون الرقم 1 في المنافسة المحلية. هذا توصيف واقع، صح ولا لا؟ نعم صحيح. أنت الآن أمامك فترة رئاسية أخرى، أو دخلتها فعلا. أنا يعني لو كنت مشجع هلالي ما راح أقتنع أنك تقول لي والله لأنك تطالبني بالبطولات والمفروض أنك ما تطالبني بالبطولات. أنا أبي منك 1 2 3 ما الذي ستفعله لمعالجة هذا الوضع. مش معالجة هذا الوضع أنك تنقل الهلال، وإن كان احتمال يكون عندك آراء أو مشاريع لإعادة الهلال ليكون الصارف الأول أو المنافس الأول ماديا، وربما حتى يتعدى إلى الخليج. هذا قد تكون عندك أنت مشاريع، لكن على الأقل يكون عندك أفكار معينة بحيث أنك تحاول تضبط هالميزانية، بحيث أن تبقي الهلال منافس. مو بالضرورة ترى ياخذ بطولة، لأنه ما كل فريق ينافس حياخذ بطولة في النهاية، لكن ممكن أقبل أنك تكون منافس، ما ينزل الفريق. وأنا يعني في مقال معين حفظت لك أنت وقلت للهلالي اللي يطالبونك بالاستقالة أنه على الأقل هذا الرجل أبقى فريقكم في المنافسة. يعني ما عمل مثل ما عمل البعض أنه كان منافس والآن ما عاد هو بمنافس. لذلك يا سمو الأمير، أنا أتوقع أنه لابد من التفكير، سواء أنت أو غيرك من رؤساء الأندية السعودية، في أنه كيف حنواجه هذا الوضع اللي كل ماله يتفاقم. أنا اسمح لي أبو سليمان كلامك على متم، ولكن أنا بقول على شيء. أنا يعني هو المشكلة أنه إحنا مو عندنا أفكار، إحنا ابتدينا فعلا في تنفيذ ما تفضلت فيه. إحنا الآن من أهم الأشياء اللي عملناها السنة هذه مثلا أن إحنا قلصنا حجم المصاريف لتتوافق مع الإيرادات. يعني أنت لو تلاحظ إحنا حتى اللعيبة الأجانب قللنا الأسعار اللي اللعيبة الأجانب فيها يجون. يعني إحنا مثلا أسعار لاعبتنا الأجانب الحاليين بالتأكيد ما هم زي ما كان رادوي وتياغو نيفيس والهمسون. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا، إحنا الرياضة كلها بالمناسبة السنة القادمة، وهذا شيء معروف، متوقع فيه زيادة في المداخيل حتكون كبيرة. من المعروف أنه عقد موبايلي باقي له السنة القادمة فقط، فإحنا في عندنا كذا تحرك، سواء في التجديد مع موبايلي أو في فتح صفحات جديدة. المستقبل ينبئ بالأرقام وبالوقائع أنه إن شاء الله إحنا مقبلين على طفرة في المداخيل، خصوصا بعد تشكيل رابطة دوري المحترفين، وبعد ما أصبح للأندية بشكل أو بآخر قرار في أنه أو على الأقل رقابة على الإيرادات اللي تجي للرياضة. من هالمنطلق إحنا ماشيين في طريق زيادة الإيرادات، يعني إحنا اوريدي ماشيين وعندنا خطط واضحة لهالأمر. ولكن أيضا إحنا مهما أنا أقول أنه أنا أطالب وإحنا سنطالب، يعني إحنا ندرك أنه يعني طبعا أنا في حاجة لازم أقولها دائما، المقارنة المباشرة مع قطر والأمارات في الرياضة مقارنة غير منصفة للدولة. أنت تتكلم عن دول عدد سكانها قليل ومداخلها هائلة. السعودية قارة، ما يمكن تقول مثلا ليش قطر تبني 3 ملاعب والسعودية مثلا ما، لأنك أنت عندك هنا بلد ما شاء الله مترامية الأطراف فيها عدد سكان كبير، فبالتالي في أولويات للدولة أكثر من الرياضة في مجال الصحة والتعليم وغيره. ولكن أنا أرى أيضا أنه ولاة الأمر حفظهم الله، سيدي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد، أكيد يدركون أهمية الرياضة. أنا أدعو أنه يكون في مكرمة أو شيء من هالقبيل، هذا اللي متعودينه من ولاة أمرنا، أنه يكون في دعم للرياضة حكومي كل سنة للأندية علشان تستطيع أنها تواجه المنافسة الشرسة اللي قاعدة تحصل في الخليج. الوضع ما هو في صالحنا. احنا أول كنا عندنا مشكلة مع اليابانيين والكوريين، تقدموا خطوات